السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دعوتكم ليه يا جماعة؟ ربنا يتم شفايا كده ويقومني بالسلامة على خير. اولا بشكر كل اخواتي وحبايبي ومتابعيني اللي بيقفوا جنبي وبيدعموني وبيكتبوا لي كومنت حلو، وكمان بيدعموا الفيديوهات بتاعتي باللايك. ربنا يجازيكم خير ويبارك لكم في مالكم وفي صحتكم يا رب، اللهم امين. وربنا يبارك لكل حد بيقف جنبي وبيدعمني وبيكتب لي كومنت حلو. ربنا يكبر خاطره زي ما بيكبر خاطري. انا بصراحة مصورة فيديوهات طبيخ، بس بصراحة مش قادرة اتكلم عليها، فقلت اطلع افطر معاكم الفراخ بتاعتي ونحط لهم يفطروا ونشوفوهم عاملين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا حبايبي، بسم الله. طبعا الدور البرد ده مموتني، لا علاج نافع ولا قلة العلاج نافع. ما شاء الله تبارك الله. انتوا شبعانين امال عاملين كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سامحوني يا جماعة لو مش هقدر اتكلم معاكم على الفيديوهات اللي جايه لحد ربنا ما يشفيني، بس بالله عليكم تقفوا جنبي الفترة دي، لان المشاهدات في النازل بسبب قلة اللايكات. لما الفيديو بيتنشر لما الفيديو بيتنشر وما بيلاقيش لايكات بيبدأ المستوى بتاعه ينزل، بيبدأ اليوتيوب يركنه بقى على جنب. لكن اول ما الفيديو بيتنشر وبيلاقي لايكات كتير بتبص تلاقي اليوتيوب يبدأ يدعم الفيديو والفيديو يطلع والسهم بتاعه يطلع. فانا مش هطلب منكم المستحيل، يعني ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير. هو كل الحكايه ان انا طالباها تحطي اول ما تفتحي الفيديو تدعميني بلايك وتكتبي لي كومنت حلو. ربنا يبارك فيكم يا رب. دي الفراخ بتاعتي هما دفعتين، حجازي، هجيب حجازي على هندي، وكان طالع معاهم واحد بس كتكوت بس اللي هو البراهمة دهوت، وطلع بس مش عارفة اوريك ولا انتهى لحد دلوقتي يعني. هما كبروا مع بعض. ناس كتير كلمتني عايزة براهمة، وأول ما تعرف السعر ترجع لورا. هي البراهمة يا جماعة سعرها غالي، بالذات البراهمة البيور. في أخت سألتني أكتر من مرة بتقولي يا أم رحاب الحمام ليه بيجدر في الشتاء؟ الحمام بيجدر ده فيروس بينتشر في الحر الزيادة وبينتشر في البرد الزيادة، يعني هو فيروس بيجي للحمام بيعمل له جدري. واسهل حاجة احسن حاجة علاج ليه بس طبعا الناس اللي قلبهم جامد ان هما بيجيبوا الموز بتاع الحلاقة ويشيلوا الحباية خالص من جدرها ويدهنوا مكانها ليمون. فده بصراحة هو اقوى علاج، بس اللي يقدر يعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عودت الحمام بتاعي على الاكل عشان لما نجيب الاكل للفراخ. عودت الحمام بتاعي ان انا احط له اكل، عشان كده قاعد بيستناني. تعالوا يلا تعالوا افطروا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انزلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. الحمام ده رزق من عند ربنا يا جماعة. الحمام ده رزق غيبي. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت بعت الحمام بتاعي كله، بس ربنا كبير. ما شاء الله تبارك الله. رجع عندي حمام زي الاول بالظبط.
هو مش نفس الفصيلة طبعا، بس هو مش هو جاي من عند الله. يعني في حمام بيبقى حمام برج، بيبقى بيبيض ويطلع في الخلا مش بتاع حد مثلا، فلما يلاقي مكان فيه اكل سبحان الله بيغواه، ويلاقي حمام معاه بيغواه ويروح يعشش فيه. هو ده بالظبط اللي حصل. يعني لما جيت امشي وانا رايحه الانطره غرب، كان في جوز حمام بلدي معرفتش امسكهم وسبتهم في الاوضه، وجابوا كمان جوز معاهم وجم قعدوا وعششوا. فجأة بقيت ابص اطلع الاقي الاوضه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. كان بيخاف وما يرضاش يقف. مره في مره بعد ما بقيت احط له اكل وبقى يلاقي الاكل بقى وياكل ويشبع، فبقى يولف ويقعد. بمناسبة الحمام تاني، مش هتكلم في الفيديو ده تاني، بس انا عايزة اوضح حاجة بس. سبحان الله، الحمام يا جماعة لما بيطلع زغاليل واحنا بناخدهم، هو تعود على كده، هو طبيعته كده. اصله غير البط، اصل احنا لو سيبنا الزغاليل تكبر تحت منه هتطير. فسبحان الله احنا طلعنا لقينا اجدادنا وابهاتنا وامهاتنا بنعمل كده. اول الحمامه بتطلع والحمام يتم ريش بناخد الزغلول من وراه، فبتكون بيضه كمان. يعني احنا بناخد الزغاليل، بتكون الحمامه باضت ورقدت في قفص تاني وسابت عيالها لابوهم ياكلهم، فبنبدا احنا بقى ناخدهم نذبحهم. عرفتم؟ يعني مش بناخدهم منهم هم كتاكيت ونسيبهم من غير لا، بتبقى الحمامة خلاص اول ما هي عيالها بيتموا ريش، بتكون هي باضت وكانت في قفص تاني او في مطرح تاني، وولادها بيبدأ ابوهم ياكلهم. مرة في مرة بتبص هي طلعت خلاص تنساهم بقى. علشان كده احنا بناخدهم، لو هنسيبهم بنسيبهم بقى وخلاص. ده بس حبيت اوضح عشان الناس اللي قالت لي يعني ان هم ان انتي بتاخدوهم وتسيبوهم يرجعوا يدوروا عليهم ما يلاقوهمش، يقوموا يتفاجئوا عشانهم. يعني لا يا جماعة، مش ده اللي بيحصل. اما بالنسبة للفرخة، لو هي فرخة مثلا خلاص عادي مش بناخد عيالها، لان ما بيندبحوش في سن صغير، انما الحمام بيندبح في سن صغير، عكس البط وعكس الارانب وعكس الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا روحوا يلا روح هناك، هجيب لك اكلك هناك. يلا تعالي هنا، انت دايما ده احسن. اطلعي، وش احمر وزنهر ازاي. اطلعي يلا. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. ده البط المسكوف اللي عندي يا جماعه اهو، علشان مربيه. هنربي منه انتيتين ولا 3. هجيب لكم سامعين صوته ده؟ خلاص بقى عتقي اهو. خليك هجيب لك. والله العظيم ما انا قادرة اعمل اي حاجة، بس هعمل ايه؟ الحمد لله. ربنا يسعدك يا رحاب يا رب، ويسعد كل البنات. المفروض ان الواحد يرقد ويرتاح. ده الحلو الغضنفر ده طرد الحمام وطرد الفراخ الصغيرة. وقفوا. انت طالع فين؟ لو شركة كنت طالعة فوق كتفي، طالعة جري فوق ظهري وطالعة على فوق. بسم الله ما شاء الله. احسن حاجة لما يبقى عندك مكان كده حلو ويبقى فيه خير ويبقى فيه رزق كده من عند ربنا. ربنا يوسع ارزاقنا يا رب، اللهم امين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. عندي فرخة هندي عملت لي مفاجأة، بس انا والله ما كنتش اعرف، بس الحمد لله فضل من ربنا. الله، منظر جميل قوي. استنوا هحطكم منظر جميل قوي لما تبقي قاعده كده والحمام يطير حواليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس شايفين المنظر؟ منظر يفتح النفس اللي ملهاش نفس على الصبح. كنت بحب ده قوي في الحمام بتاعي اللي اتباع. ربنا يبارك لك يا ابو ايه يا رب. يا فرخة انت مش سايبة حاجة للحمام خالص، حرام عليك. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب. على قد ما بتتعبوا يا جماعة والله بتلاقوا.
قلت لكم فرخه عملت لي مفاجاه. فرخه من الفراخ السودا دي باضت، بقالها 8 ايام بتبيض وانا ما كنتش اعرف. انا امبارح وانا باكل بالصدفه سمعت صوت فرخه زي ما تكون راقده وفي حد رايح عند البيت بتاعها، فبتعمل صوت غريب كده. فجيت دخلت ابص في العش، لقيت ما شاء الله تبارك الله في العجله اللي جوه هناك دهيت لقيت فرخه بيضه 8 بيضات. بقيت فرحانه بيها قوي، الحمد لله. ارجعوا، طب والله العظيم ارجعوا، ارجعوا. بص بحط لهم الاكل منين، طبعا ذره على عيش. لا 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 ايه، اهو ارجع. انتوا شايفين ده الديك الفرنسي، وطلعت معاه نتايتين 3. فين التالتة؟ طلعت معاه نتايتين اهم. هو الفرنسي حبايب عايزين تاكلوا؟ حاضر. وهي فرخة اطلعي خلي الحمام يفطر يا اطلعي 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 يلا اطلعي. تعالوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا تعالى يا ملكش دعوة بيهو. تعالى، ده انت هتاكلهم في بق واحد. اطلع يلا. اهبل قوي، اهبل بدرجة غبية. اطلع يلا، مش مكفيك الاكل ده كله بره، حرام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلوا يا الحمام، انزلوا افطروا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. سامحوني يا جماعة والله العظيم ما انا قادرة اعمل اي حاجة. عايزة طول النهار اتني راقدة في الفرشة ومش قادرة اقوم. محمد السوش اليوم اللي بيبقى عنده درس متأخر بيطلع يفتح المحل، وبفضل راقدة لحد الساعة 10 مش قادرة اقوم من الفرشة. وبعد كده اقوم احاول اعمل اي حاجة ياكلوها، واطلع تاني اروح. امبارح بقالي 3 ايام، بقالي والله العظيم بقالي اسبوع ما طلعت المحل خالص ولا قادرة اروح. امبارح طلعت قبل المغرب بساعة يا دوبك. فضلت قاعدة، كان في عروسة جاية تاخد شوية شغل واتصلت عليا، ففضلت قاعدة مستنياها. جت الحمد لله، ربنا رزقنا الحمد لله، ربنا يرزق الجميع. بس روحت حاسه ان انا سكاكين بتقطع في جسمي. بس قالوا لي ده دور من ادوار اللي هي من توابع كورونا يعني. ربنا المستعان، ربنا يلطف بينا ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا رب. فعشان كده بقول لكم سامحوني وتحملوني لحد ربنا ما ياخد بايدي، واتمنى تدعموني الفيديو بلايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني بقى في الفيديو الجديد.